تخيل يكون في طريقة تخليك تعرف 15 كلمة بمعنى كلمة people تكتبهم في تاسك 2 writing اللي هو بيبقى 250 كلمة. علشان كده بيبقى صعب جدا ان انت تكرر كلمة people اكتر من مرة عشان ما ينقصش السكور بتاعك. هنعرف الطريقة دي. الطريقة بسيطة جدا، ان انت لما تيجي تستخدم كلمة people استخدم مكانها الحاجة اللي بتعبر عن الاشخاص اللي ليهم علاقة بالموضوع ده. ناخد اول example topic زي owning home، مش هكتب people، هكتب ايه؟ tenants مستأجرين، owners ملاك، landlords اللي هم الناس اللي بيأجروا البيوت، أصحاب البيوت. topic زي crime يعني الجريمة، الناس هيكونوا criminals المجرمين، prisoners المسجونين، offenders اللي هم الجناه. التوبيك اللي بعديه education، الناس هيكونوا teachers مدرسين، educators معلمين، learners الناس اللي بتتعلم. التوبيك اللي بعديه environment، الناس هتكون environmentalists الناس اللي مهتمة بالبيئة، polluters الناس اللي بيلوثوا البيئة، households الأسر أو العائلات. التوبيك اللي بعديه cities هيكونوا الناس residents السكان، dwellers كلمة برضو بمعنى السكان، citizens مواطنين.